تتخيلوا إن دواء بينقذ ملايين الناس النهارده كان في الأصل سيمفران؟ الدواء ده هو الوارفرين، وقصته من أغرب قصص الاكتشافات الطبية اللي أنت ممكن تسمعها. أنا حازم، والنهارده هكلمكم عن قصة ملهمة جدا أتمنى إنها تعجبكم. في عشرينيات القرن اللي فات، تحديدا في سنة 1921، المزارعين في أمريكا الشمالية، تحديدا في ولاية اسمها ويسكونسن في شمال وسط أمريكا، لاحظوا حاجة غريبة جدا، إن الأبقار بتاعتهم بتموت بسبب مرض غير معروف، وساعتها ده أدى لمشاكل كبيرة جدا للمزارعين. بعد فترة قليلة لما شرحوا الأبقار اللي ماتت، اكتشفوا إنها كانت بتموت بسبب نزيف داخلي، فبدأ الدكاترة البيطريين يتابعوا غذاء الأبقار علشان يعرفوا السبب ورا كده. بعد بحث طويل اكتشفوا إن السبب كان في أكل الأبقار لنبات غريب اسمه لوتياس ألبس، وكان النبات ده متشابه مع البرسيم الطبيعي اللي البقر بياكلوه، لكن مختلف عنه في بعض الحاجات، فسموه سويت كلوفر أو بالعربي البرسيم الحلو. وساعتها المرض ده اتسمى بمرض البرسيم الحلو أو سويت كلوفر ديسيز. هنطلع لقدام بعد 12 سنة، كان في مزارع اسمه كارلسون في نفس الولاية، ولاية ويسكونسن. الأبقار بتاعته أكلت نفس النبات ده ومات جزء منها، فساعتها راح يدور على حد يساعده في الأزمة دي. وهنا بقى قابل شخص اسمه كارل لينك. ساعتها لينك قال له على مرض السويت كلوفر، ونصحه ان ما ياكلش الابقار بتاعته تاني من النبات ده. تفتكروا القصه خلصت هنا؟ الاجابه لا. بعدها لينك قعد يفكر كتير في المرض ده، وجاب النبات وعمل عليه شويه تجارب علشان يعرف ايه هي الماده الكيميائيه المسؤوله عن موت الابقار. وبعد 6 سنين عرف ايه هي الماده دي، كانت ماده اسمها الكيومارين. ساعتها لينك عرض ابحاثه دي على الدكاتره علشان يستخدموا الماده دي كواحده من مضادات التجلط في الانسان، لكن للأسف ما كانش فيه أبحاث كتير تثبت إن مادة الكيومارين مادة آمنة للاستخدام البشري بين المرضى. بس عالمنا لينك ما فقدش الأمل وما يئسش، وقعد يجرب المادة دي على الفئران، واكتشف إنها ينفع تستخدم كسم ليهم، وساعتها اتسمت المادة دي الوارفرين. وأصل التسمية جاي بسبب إن الأبحاث دي اتعملت في مؤسسة خريجين ويسكونسن للأبحاث اللي كان اسمها ويسكونسن ألموناي ريسيرش فاونديشن، فخدوا أول حرف من كل كلمة علشان يطلع علينا المقطع وارف WARF. طيب باقي الكلمة جت منين؟ باقي كلمة وارفرين اللي هو المقطع ARIN اتاخد من آخر 4 حروف في كلمة كيومارين، ومن هنا تم اكتشاف وتسمية الوارفرين واعتباره كسم فران، وبقى من أشهر السموم اللي الناس بتستعملها في أمريكا. طيب ازاي بدأنا نستخدم الوارفرين بين المرضى في المستشفيات؟ الحقيقة إن القصة نقدر نحطها تحت عنوان بضارة نافعة، وده لأن في سنة 1951 كان في ضابط في البحرية كان بيفكر في الانتحار، فساعتها فكر إن ياخد الوارفرين عشان يحقق هدفه ده، وأخد جرعات كبيرة منه على مدار 5 أيام، وبعدها اتحجز في المستشفى والدكاترة لحقوه. والحادثة دي كانت سبب اللي خلت الدكاترة تبدأ تثق أكتر في الوارفرين كمادة آمنة على البشر. وبعد 4 سنين بس، في سنة 1954 نبدأ نستخدم الوارفرين بين المرضى باعتباره مضاد للجلطات، وده خلى الدكاترة يعالجوا بيه أمراض كتيرة جدا. وتبدأ من هنا رحلة الوارفرين. والرحلة ما وقفتش بس هنا، لا وكملت كمان لدرجة إن الرئيس ال 34 لأمريكا دويت أيزنهاور اتعالج بيه بعد أما جات له نوبة قلبية في سنة 1955 وأنقذت حياته. وده من الأسباب اللي زودت شهرة الدواء، وتحول معانا من سم فران لدواء أنقذ حياة الرئيس الأمريكي وأنقذ حياة ملايين كتير. قصة الوارفرين بتفكرنا إن العلم أحيانا بيبدأ من ملاحظة بسيطة جدا زي نزيف الأبقار، لكن بالبحث والتجارب بيتحول الاكتشاف لدواء بيغير حياة الملايين، من سم قاتل لدواء منقذ للحياة.